السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده فطار بكرة الجمعة وعليكم خير. عجينة قطنية جميلة عملتها في البيت، ما تكلفتش حاجة، ممكن تنفع للولاد. شوفوا العجينة قطنية وجميلة، والجبن فيها سايحة رهيبة، الريحة والطعم والشكل رهيب جدا. تنفع الولاد ياخدوها معاهم المدرسة، ممكن تاخديها وانت رايحة الشغل كده تفطري بيها. الافطار يوم الجمعة مع كوباية لبن أو كوباية شاي، حاجة سهلة وجميلة في البيت. إن شاء الله نسمي الله كده، وما تنسوش الشير واللايك فضلا وليس أمر. معانا نص كوباية مية دافية، معاها نص كوباية لبن. ممكن لو مفيش لبن تحط كوباية مية دافية ومعاها معلقتين لبن بودرة يغنوا عن اللبن الحليب. حطيت معلقتين كبار سكر، وحطيت معلقة كبيرة خميرة. نقلبهم كده في بعضهم، وتكون المية يدوبك دافية زي دمع العين، ونقلبهم في بعضهم. ونروح نجيب بعد كده معانا بيضة واحدة، هنحط البياض بتاعها بدل ما نشيله ومش هنستعمله في حاجة، ونشيل الصفار. هقول لكم نعمل بيه ايه. ومعانا نص كوباية زيت، ونديله تقليبة خفيفة كده مع بعضها، ونروح جايبين معانا بقى ايه الدقيق. معانا 600 جرام دقيق يا جماعة، انا جايباهم، ونضيفهم ننخلهم على اللبن والمية، ونحط معاهم ربع معلقة بيكنج صودا او بيكنج باودر. انا عندي بيكنج باودر فحطيت قيمة نص معلقة. لو هتعملي بيكنج صودا يبقى تحطي ربع معلقة. ورحت جاية نخلاها زي ما انتوا شايفين كده، عشان لو فيه اي تكتلات ولا حاجة تطلع منه. وبعد كده نديله بقى عجنة جميلة، تقليبة وعجنة كده جميلة، اعجني فيه براحتك. آه، كل ما تعجني فيها بصراحة العجينة ديت بتنعم، وبتديكي العجينة القطنية الناعمة الجميلة. اخدميها في العجين. انا مسكتها قلبتها، طبعا ال 600 جرام بياخدوا بالظبط، هي نص كوباية اللبن ونص كوباية الدقيق، نص كوباية اللبن ونص كوباية المية معلش، مع بياض البيضة. لو انت ما حطيتش بياض بيضة بتحطي معلقتين مية كمان، وتروحي جاية عجناها، ونسيبها خمرت تخمر. سيبيها بقى تاخد راحتها كده في الخمران في جو المطبخ او في البوتاجاز لو دافي. طبعا زادت الكمية، زادت 3 4 مرات الأضعاف اهيت. لميتها تاني علشان نشوف هنبدأ نعمل ايه. انا معايا جبن، ميكس جبن يا جماعة، جبنة موزاريلا على جبن تانية. اي ميكس جبن عندك محطوطة في التلاجة بتطلعها. يعني أنا عندي جبنة موزاريلا كانت في التلاجة، جبنة برجر كانت محطوطة في التلاجة. جبت كل ده، وكان عندي شوية جبنة موزاريلا من اللي أنا كنت عاملاها، هتلاقيها على القناة. برضو كل ده بشرته وببشر معاه برضو جبنة أنا جايباها من السوبر ماركت. أي ميكس جبن عندك، عايزة بقى تعملي بعجوة، عايزة تعملي بقرفة وسكر، براحتك زي ما انت عايزة. قلبت الجبن مع بعضها كده، ورحت جاية نكور العيش العجينة القطنية بتاعتنا ديت، او المخبوزات القطنية بتاعتنا دي. طبعا هي مش عيش، ده احنا خادمينها. كوريها بالتقطيع بالحجم اللي انت عايزاه، وتروحي فرداها، وحاطه فيها في النص شوية جبن. كتر الجبن او كتر الحشوة اللي انت عايزاها، على اساس تبقى فايدة للولاد او للفطار. طبعا حاجة انت بتعمليها لبيتك، فبتعملي فيها المواد المفيدة او الحاجة المفيدة للبيت. وبعد كده بنرصهم في صينية، آه،
على ما عمل نخلص معايا شوفوا 600 كمية جرام، على ما جميلة يا جماعة، نخلصهم الصينية دي تكون وصينية كمان العجينة خلاص صغيرة. الخميرة بدأت تشتغل فيها كمان. وطبعا القرص بسم حجمها الله ما شاء كبير. الله. آه، اللي انا بدهنه بيه ده بقى يا جماعة صفر البيضة مع معلقتين لبن مع معلقة صغيرة عسل اسمر، تدي اللمعة والتحمير، خصوصا ان انت بتعملي في بوتاجاز مفيش فيه مروحة، فمعلقة العسل الاسمر بتدي تسكيرة جميلة قوي على العيش او المخبوزات اللي انت بتعمليها. انا بقى دايما بستعمل معلقة العسل الاسمر، حتى لو مع ميه، مش مفيش لبن، اعملي معلقه عسل اسمر مع ميه وادهني اي مخبوزات عندك، بتدي الجمال اللي انت شفتيه ده بصراحه. اما الدهان بعد ما بيطلع ده معلقه عسل اسمر على ميه. طبعا ما بدهنش بالعسل الاسمر بعد المخبوزات ما تتسوى، ما بدهنهاش ب... بالدهان اللي فيه صفار البيض. دهنتها معلقه، نص معلقه عسل اسمر مع معلقتين 3 ميه، واديتها الدهان عاطت اللمعه دي. بعد كده نغطيها بفوطه لمدة ساعتين ولا حاجة علشان تلاقيها وشها طري بالطريقة اللي انتوا شايفينها الجميلة ديت. وبصراحة رهيبة. ان شاء الله تعجبكم ويكون في شير ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبن سايحة، بسم الله ما شاء الله.